ابرز اللاعبين اللي لعبوا لبرشلونه وريال مدريد. اول لاعب معانا لويس فيجو، البرتغالي صاحب اشهر خيانه في تاريخ كره القدم. رحل عن برشلونه لينضم لريال مدريد كاول صفقات بريز سنه 2000 بعد فوزه برئاسه الفريق الملكي. لعب لويس فيجو لبرشلونه من سنه 1995 لسنه 2000 وفاز خلالها ب8 القاب، وبعد كده انتقل الى ريال مدريد سنه 2000 وحصد فيجو 7 القاب على مدار 5 سنين مع المرنجي. وبعد كده معانا رونالدو نازاريو الظاهره. رونالدو هو احد افضل المهاجمين في تاريخ كره القدم. وصل برشلونه في عام 1996 قادما من اندهوفن الهولندي، ولعب موسم واحد بس في الكامب نو وفاز معاهم ب3 القاب. وبعد كده انتقل الى انتر ميلان في السنه اللي بعدها وقضى 5 مواسم مع انتر ميلان، وبعد كده انتقل الى المرنجي ريال مدريد سنه 2002 في حقبه الجلاكتيكوس، ورحل عن المرنجي في 2007 واكتفى فقط ب4 القاب مع المرنجي. لويس انريكي ابرز اللاعبين الاسبان اللي لعبوا القطبي الليجا ريال مدريد وبرشلونه. لعب لريال مدريد لمده 5 مواسم من عام 1991 لعام 1996 وفاز مع المرنجي ب3 القاب. رحل انريكي عن ريال مدريد لينضم بشكل مباشر لبرشلونه في عام 1996 لحد ما اعتزل تماما في سنه 2004 وفاز مع برشلونه ب7 القاب. كمان معانا اللاعب مايكل لاودروب، واحد من اهم اللاعبين في كره القدم الدنماركيه. كان لاعب يتمتع برؤيه شامله للعب حتى في اضيق المساحات، وكان مشهور بمراوغاته وتمريراته الخارقه. وصل لاودروب من برشلونه قادما من يوفنتوس في عام 1989 وقضى اعظم فتراته الكرويه مع برشلونه لمده 5 مواسم، وكمان توج ب10 القاب. وفي عام سنه 1994 انتقل الى ريال مدريد بشكل مباشر وقضى عامين مع ريال مدريد وفاز بلقب الدوري الاسباني بس. معانا النجم الكاميروني صامويل ايتو، اسطوره كره القدم الكاميرونيه اللي سطع نجمه تحديدا في برشلونه رغم انه نشأ وترعرع بقميص ريال مدريد. بدأ ايتو مسيرته مع ريال مدريد من فريق الكاستيا اللي هو فريق الدرجه الثالثه الاسباني عام 1996 وخرج على سبيل الاعاره مرتين، وبعد ما رجع لعب للفريق الاول لريال مدريد سنه 1998 لكنه ما لعبش غير 7 مباريات بس وما سجلش فيهم اي هدف. وبعد كده راح ايتو على ريال مدريد سنه 2000 الى نادي مايوركا واللي شهد توهجه قبل ما ينضم لبرشلونه سنه 2004 حتى عام 2009. وفي خلال ال5 سنوات اللي قضاها مع برشلونه فاز ب8 القاب. كمان معانا بريند شوستر نجم الكره الالمانيه الاسبق واللي لعب لريال مدريد وبرشلونه في التسعينات. انضم الى صفوف برشلونه سنه 1980 ومن سنه 1980 لسنه 1988 حصل مع برشلونه 8 القاب. وبعد 8 سنين قضاهم في برشلونه رحل شوستر الى ريال مدريد في صفقه انتقال حر وقضى عامين مع ريال مدريد وفاز ب4 القاب. ومعانا ماركوس الونسو، تدرج الاسباني ماركوس الونسو في الفئات السنيه لنادي ريال مدريد لحد ما وصل الى الكاستيا، ولكن ما سمحتش الظروف ليه ان هو يلعب مع الفريق الاول. بعد كده انتقل الى فريق بولتون الانجليزي، وبعد كده لعب لانديه فيورنتينا وساندرلاند وتشيلسي، ومن تشيلسي انتقل الى برشلونه سنه 2022. كمان معانا اللاعب جورج هاجي اسطوره كره القدم الرومانيه واللي انضم لريال مدريد سنه 1990 وقضى عامين فقط مع المرنجي وفاز بلقبين كاس السوبر الاسباني. رحل هاجي من ريال مدريد سنه 1992 وانضم الى فريق بريشا الايطالي، وبعد كده وصل الى برشلونه سنه 1994 ولعب مع برشلونه لمده عامين وحصل معاهم برضه مع لقبين كاس السوبر الاسباني. فهل في لاعبين اخرين لعبوا ريال مدريد وبرشلونه؟ هستنى كل تعليقاتكم وهرد عليها.